بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الزملكاوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح كده يا زملكاوية إن الفترة دي صعبة جدا جدا في نادي الزمالك. الأزمات المادية قوية للغاية، وعندنا مشاكل كبيرة حتى في قيد القائمة الأولى محليا. أرجو من مجلس إدارة نادي الزمالك، أو لا مش مجلس إدارة نادي الزمالك، أرجو من مرتضى منصور اللي هو بيدير كل شيء في نادي الزمالك وما عندوش حد معاه، انه يطلع ويكلم جمهور الزمالك بشفافيه ويقول ايه الحل اللي عنده. ولو ما كانش عنده حل يبقى ارجو التراجع خطوه للخلف وتقديم من يستطيع حل الازمات اللي موجوده في نادي الزمالك، مع عدم اخلاء مسؤوليه مجلس الاداره الحالي بالكامل من التسبب في تلك المشكلات. الزمالك في وضع صعب للغاية. فاكرين اللاعب محمد محمود، لاعب خط وسط النادي الأهلي، واللي انتقل من عدة سنوات من نادي وادي دجلة إلى النادي الأهلي. الأهلي استغنى عنه، واللاعب صرح عدة تصريحات في منتهى الخطورة، وأكد إنه اتفاجئ إن عقده مع الأهلي فيه بند بيتيح للأهلي الاستغناء عن اللاعب في أي وقت دون الرجوع للاعب ودون حصول اللاعب على أي مستحقات تحت أي اسم، لا شرط جزائي بقى ولا باقي مستحقات ولا أي حاجة. اللاعب أكد إنه وقع عقده مع الأهلي على بياض، وإنه كان عنده ثقة لا حدود لها في إدارة النادي الأهلي إنها هتحط في العقد ما يرضي الله، ولكن واضح إنهم حطوا ما يرضي النادي الأهلي. المهم، اللاعب طبعا عبر عن اسفه الشديد في الثقه اللي حطها في اداره النادي الاهلي، وان هو مستغرب جدا من التصرف اللي حصل. اللاعب كان معار الموسم الماضي الى الاتحاد السكندري قبل ان يقرر الاهلي الاستغناء عنه بشكل نهائي. صفقه محمود حماده شكلها كده كل عام وحضراتكم بخير. محمود حماده لاعب خط وسط نادي فاركو والمنتخب الوطني. الزمالك عنده رغبه اكيده في حسم الصفقه لصالحه. الزمالك تقدم بعرض رسمي لنادي فاركو من اجل الحصول على خدمات اللاعب، الا ان نادي فاركو صدم الزمالك بطلب 40 مليون جنيه من اجل الاستغناء عن محمود حماده. طبعا اداره نادي الزمالك شايفه ان المبلغ مبالغ فيه للغايه، وعرضت عرض باقل من نص المبلغ ده، بالاضافه لاعاره 3 لاعبين من فريق الامل في المراكز اللي هيطلبها نادي فاركو. شكل الموضوع هيوصل اما الاتفاق او نهايه المفاوضات. العلم عند الله، هتتم ولا مش هتتم. بالنسبه لقصه رمضان صبحي والكلام على رمضان صبحي اللي بيتقال مع كل فتره انتقالات، الزمالك ما دخلش في اي مفاوضات في الفتره الحاليه على ضم رمضان صبحي من نادي بيراميدز. بيراميدز اصبح ما عندوش اي ازمه في التخلص من رمضان صبحي، خاصه مع عقده الكبير جدا جدا اللي بيحصل عليه من النادي السماوي، وفتح المزاد بالفعل لبيع رمضان صبحي، ولكن هو بادئ المزاد ب 4 مليون دولار. 4 مليون دولار في مقابل الاستغناء عن اللاعب، رقم كبير جدا 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 جدا، يعني حاجه كده هتعدي كتير. المهم يعني في الاخر، مع الازمه الماديه القويه اللي بيمر بيها نادي الزمالك والحجز على الارصده وكل الكلام اللي احنا حافظينه، طبعا مفيش اي مجال لوجود رمضان صبحي في نادي الزمالك. في لاعب شاب في نادي بتروجيت اسمه توفيق محمد، ظهر بشكل جيد جدا مع الفريق البترولي الموسم الماضي. الزمالك تقدم بعرض فعلي لنادي بتروجيت لاستعارة اللاعب مع وجود بند بأحقية الشراء. اللي عطل الموضوع دخول بيراميدز بعرض قوي جدا لشراء اللاعب بشكل نهائي من نادي بتروجيت. حاجة مش قادر افهم، هل بيراميدز فعلا محتاج اللاعب ولا هو دخل رخامة على الزمالك وخلاص؟ اللاعب بيلعب في مركزي الظهير الايسر والجناح الايسر، لاعب صغير السن وعنده امكانيات جيده جدا جدا حسب كل التقارير اللي اتكلمت عليه. الساده المحترمين اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك والساده المسؤولين عن ملف كره القدم ايا ما كان اسمائهم، تحيه طيبه وبعد. لاعب محمد شحاته لاعب خط وسط طلائع الجيش، واللي المفترض انه تم الاعلان عن توصل الزمالك لاتفاق نهائي مع اللاعب واداره اللاعب بشان انتقال اللاعب الى صفوف نادي الزمالك فور الانتهاء من ازمه ايقاف القيد.
نادي المصري البورسعيدي دخل وبقوة 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 في مفاوضات مع اللاعب وناديه، وعلى وشك إنهاء المفاوضات ودفع الفلوس والحصول على توقيع اللاعب على عقود انتقاله لبورسعيد مع بداية الموسم الجديد. للمرة الثانية رفض قيد قائمة الزمالك. استكمالا لأزمة قيد القائمة الأولى الخاصة بنادي الزمالك في ظل رفض اتحاد الكرة قيد هذه القائمة، تواجد منذ ساعات إداري من نادي الزمالك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لمحاولة قيد اللاعبين في قائمة نادي الزمالك الأولى، القائمة التي يتم قيد فيها كل اللاعبين الساري عقودهم، إلا أن الاتحاد المصري رفض للمرة الثانية قيد اللاعبين، حيث طلب تنفيذ الجدولة المتفق عليها مع نادي الزمالك والخاصة بمبلغ 15 مليون جنيه كدفعة أولى من الدفعات التي تم الاتفاق عليها وعلى سدادها كل فترة قيد. حتى هذه اللحظات التي يتم تسجيل فيها هذا الحديث لم يتم سداد هذا المبلغ، ليرفض اتحاد الكرة من جديد تسجيل القائمة، حيث يتمسك مسؤول الجبلية بهذا الأمر وهو السداد قبل القيد، ويرفضون أي استثناءات. خطوات حسن النية لدى الفيفا. كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق خطوات النادي لحل أزمة إيقاف القيد حاليا والتي تم توقيعها على الزمالك. الزمالك عليه عقوبة بإيقاف القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة في مقابل عودة محمود شيكابالا، إلى جانب مستحقات متأخرة للغاني بنجامين أتشيمبونج مهاجم الفريق السابق. ميدو خلال تصريحات إذاعية أكد أنه تم إرسال بالفعل 850 ألف دولار للنادي البرتغالي من أجل إثبات حسن النية وتقسيط باقي المبلغ ورفع قرار إيقاف القيد من على الزمالك إلى جانب حل أزمة مستحقات اللاعب أتشيمبونج. ميدو أكد عبر تصريحاته إذاعية أنه لا يوجد لجنة فنية حاليا في الزمالك، واختيارات الصفقات بتكون بناء على طلبات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو، وأكد أنه تم تحديد طلبات أوسيريو وتحديد القيمة المالية للصفقات من أجل إتمام التعاقد مع كل لاعب هو طلب. نادي النصر السعودي بيعلن وبشكل رسمي انضمام ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي ونادي بايرن ميونخ الألماني السابق. اللاعب هينضم لمعسكر الفريق استعدادا لمباراة الزمالك القادمة يوم الخميس. هل يعني احنا عرفنا نعمل حل عشان كريستيانو رونالدو فيزودوا هم علينا ساديو ماني؟ ما تسلفونا اي حاجة يا جماعة، احنا علينا ديون وعندنا مشاكل جامدة قوي في الفيفا. زيزو يؤدي عمرة. حرص أحمد السيد زيزو نجم خط وسط نادي الزمالك على أداء مناسك العمرة أثناء تواجده في أراضي المملكة العربية السعودية. طبعا زيزو موجود مع الزمالك لخوض منافسات البطولة العربية زي ما كل الناس عارفة، واستغل تواجده هناك ليؤدي مناسك العمرة. الخطوة دي كان سبق سيد زيزو فيها مجموعة من الإداريين والجهاز الفني في نادي الزمالك من أيام عشان يؤدي أحمد سيد زيزو هو كمان مناسك العمرة. زيزو حرص على نشر صورة أثناء أداء هذه المناسك من أمام الكعبة المشرفة. ربنا يفك النحس يا عم زيزو، ربنا يا رب يبعد عنك شر القائم والعارضة اللي كل ماتش كبير بتيجي فيهم كورة يا رب. خالد الغندور ومفاجأة في مصير طارق حامد. كشف خالد الغندور عن مفاجأة بشأن مصير اللاعب طارق حامد لاعب خط وسط اتحاد جدة عقب الإعلان عن التعاقد مع البرازيلي فابينيو، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن احتمالية كبيرة لرحيل اللاعب مع بداية الموسم عن صفوف اتحاد جدة. الغندور له رأي آخر وكتب عبر حسابه على فيسبوك: معلوماتي البسيطة، طارق حامد لن يرحل عن اتحاد جدة، وخروج اسم مفاجأة من القائمة وقد يكون كورنادو البرازيلي. والله ما حدش عارف حاجة بشكل رسمي. النادي السعودي فعلا ضم اللاعب فابينيو، وقصة بقاء طارق حامد من ان فابينيو ممكن يكون جاي عشان يلعب في خطة نونو سانتوس المدير الفني لاتحاد جدة في مركز تاني اصلا في ظل وجود طارق حامد ونجولو كانتي. حاجات كتير وكلام كتير، ولكن بمجرد نهاية البطولة العربية كل الامور هتتكشف. زي العادة الأهلي بيحاول يبان مظلوم قدام جمهوره عشان الجمهور يفضل مصدق الأسطورة إن الدنيا كلها ضد الأهلي، ومع ذلك الأهلي هو بطل الأبطال. الأهلي بيدرس الاعتذار عن بطولة النخبة القادمة، البطولة المستحدثة ما بين 4 فرق، بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كأس الرابطة للأندية، وفريق رابع هيتم اختياره من قبل الشركة الراعية ورابطة الأندية. القرار دلوقتي باشتراك الزمالك في النسخة اللي جايه.
الاهلي دبدب برجليه في الارض وقال لك لا، الزمالك اعتذر عن بطوله السوبر اللي فاتت والمفروض ان هو موقوف بطولتين. الفكره بمنتهى البساطه ان بطوله السوبر زي ما هي هتتلعب ما بين بطل الدوري وبطل الكاس، والبطوله الجديده المسماه بالنقبه هي بطوله اول مره تتلعب وملهاش علاقه اصلا ببطوله السوبر. لكن ازاي؟ لازم ابان صاحب موقف وفي منتهى القوه واقوى من الاتحاد واقوى من الدنيا باللي فيها عشان جمهوري يفضل بيب بيب. وبكده ينتهي فيديو النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب الجميع. اشكر حضراتكم على حسن المتابعه وحسن الاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا، مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم قناه كوره كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.